عارف انت اللحظة اللي بتبقى في نهاية كل يوم لما بتروح اوضتك وتقفل على نفسك وتقعد تفكر كده لحد ما تروح في النوم، بس بيبقى في دماغك سؤال واحد بس. وبعدين سؤال فيه شك في نفسك وفيه شك في قدراتك وفي مهاراتك وفي مشاعرك وفي افكارك، واحيانا بيكون شك في الناس اللي حواليك كمان. وبتيجي انت في الاخر بتنام مش لان انت نعست او ان انت عايز تنام، انت بتنام عشان انت فصلت وفرهدت من كتر الافكار، زي الموبايل اللي فصل شحن بالظبط. وانا هنا مش بكلمك بلسان الواعظ ولا الخبير بالصحة النفسية، انا بكلمك من منظور الشخص اللي قاعد كتير قوي هناك في الحتة دي. ولو انت مريت بالمرحلة دي فانت اكيد هتريليت قوي مع الحاجات اللي انا هقولها دي، لان اكيد الحاجات اللي أثرت عليا أثرت عليك انت كمان. هتلاقي ان دايما ان انت بتشك في قدرتك على اي حاجة، وبتشك في مشاعرك تجاه اي حاجة، وبتشك في ان بكرة ممكن يكون احسن من النهاردة. وكل حاجة بتيجي قدامك بتبصلها نظرة اقل حاجة تتقال عنها انها نظرة سلبية، عمرها ما هتحسن اي حاجة في الدنيا. وبتأثر كمان عليك بان انت بتبقى بشكل مستمر وعلى مدار اليوم، وكل يوم بتبتدي تراجع أفعالك وكلامك اللي حصلت ثانية بثانية، وتبتدي تبص على الحاجات السلبية اللي موجودة فيها. بس يعني انت لو يومك في 10 حاجات حصلوا مثلا، نصهم حلو ونصهم وحش، انت عينك هتبص للعشر مواقف كلهم بنظرة سلبية. هتبص للمواقف الوحشة وتحاول تجلد ذاتك على ان انت حطيت نفسك في المواقف دي او سمحت لحد ان هو يحطك في المواقف دي. وتبتدي كمان تبص للمواقف الحلوة على انها حاجات حصلت ممكن انت تكون ما تستحقهاش، او حاجات حصلت صدفة، او حاجات حلوة حصلت فانت يبقى مسيطر عليك شعور الخوف من ان الحاجات دي ما تتكررش تاني، او انها ما تحصلش تاني، او انها تضيع منك. وحاجة تانية مهمة جدا بتأثر عليك في الحالة دي هي حوار ان انت ما بتاخدش خطوات في حياتك. انت بتبقى مشلول، يعني انت افكارك مشلولة، ما بتاخدش مبادرة في اي حاجة. انت ممكن يكون عندك مليون فكرة كويسة بس انت ما بتاخدش خطوة في ولا واحدة منهم، ولو خدت اول خطوة ما بتاخدش التانية وما بتكملش. بتروح تدفع اشتراك الجيم، بتتمرن اول تمرينة وما بتروحش تاني، وبتفتح كورس مهم بتتفرج على اول درس وما بتكملش باقي الكورس. وقيس على كده حاجات كتير جدا بقى، لحد ما بيعدي وقت كتير جدا وتلاقي نفسك الحاجة الوحيدة اللي انت ندمان عليها ان انت ما ابتديتش بدري، او ان انت ما خدتش خطوه، وتقعد تقول لنفسك يا ريتني كنت خدت خطوه. ويبتدي الصوت اللي جواك يعلى ويبقى اقوى ويبقى اقسى كمان في التون بتاعته. المشكله بقى فين يا معلم؟ المشكله في ان انت بتبقى مصدق ان الصوت اللي جواك ده صوتي الداخلي. انت بتكون متخيل ان الصوت ده هو صوتك الداخلي، وان دي افكارك، وان ده كلامك مع نفسك. لكن في الحقيقة هو مش صوت واحد، ده مجموعة اصوات كتير جدا، وصوتك انت مش من ضمن الاصوات دي كلها اصلا. انت عندك عشرات الاصوات جوه دماغك، منهم صوت الاب اللي كان بيربيك عشان تبقى احسن حد في الدنيا بس احيانا كان قاسي عليك شويه، ومنهم الام اللي كانت بتساندك وبتدعمك في كل خطوه في حياتك حتى لو انت كنت شاكك في نفسك، ومنهم صوت صاحب بيحبك، ومنهم صوت زمايلك اللي كانوا بيتنمروا عليك في المدرسه او بيضايقوك، ومنهم صوت مدرس كان قاسي عليك في المدرسه، وصوت مديرك وهو بيقول لك انت فاشل ومش نافع في حاجه، وصوت HR قال لك انا هنشوف وهنكلمك ومحدش عبرك بعد كده، وصوت خالك وخالتك وعمك وجدتك والبواب بتاع عمارتكو والبقال اللي على اول الشارع وسواق اوبر اللي ركبت معاه قبل كده، واصوات كتير جدا جواك. المشكله بقى ان في اصوات اعلى من اصوات تانية، وهتلاقي دايما الاصوات السلبيه اعلى بكتير من الاصوات الايجابيه. هتلاقي صوت القسوه وصوت الفشل اعلى بكتير قوي من صوت انت تقدر ويلا بينا، خصوصا لو كنت مريت بمواقف سلبية كتير او خذلان كتير في حياتك قبل كده، او عندك ترومات من الطفولة، او كانت تربيتك قاسية شوية. فتيجي انت بقى عند كل موقف يكون فيه توتر او فيه ضغط عصبي، او تكون بتمر بفترة صعبة شوية في حياتك فما تبقاش عارف تعمل ايه، فبتبتدي تفكر. وللأسف الافكار اللي بتطلع كلها بتبقى جاية من الاصوات الداخلية، والاصوات الداخلية دي كلها من كتر خوفها عليك عايزاك ما تاخدش اي خطوة في حياتك، عشان لو خدت الخطوة دي وفشلت ما يرجعوش يجلدوك. وكل موقف بيطلع الصوت المناسب ليه بقى. يعني لو وزنك زاد شوية فالصوت اللي هيجي جواك هو صوت اصحابك اللي كانوا بيتنمروا عليك في المدرسة، ولو انت عملت حاجة غلط وفشلت فيها
هتلاقي دايما صوت الاب اللي كان بيزعق لك زمان وانت صغير هو اللي طلع وزعق لك وانت كبير بس من جوه دماغك. وهتلاقي نفسك لو رحت انترفيو والموضوع ما ظبطش معاك، هتلاقي الصوت الداخلي اللي جواك هيجيلك صوت مديرك قبل كده اللي قالك انت فاشل ومش نافع في اي حاجة. وكذلك لما تيجي تاخد كورس جديد وتحس في اول محاضرة فيه ان انت مش فاهم اي حاجة، وهو ده الطبيعي اصلا بالمناسبة، هتلاقي صوت المدرس بتاعك اللي قالك يبقى قابلني لو فلحت. فانت بقى تقعد تسمع للاصوات دي كلها وتقعد تفكر ومشلول، يبقى في حرب دايرة جوه دماغك وانت ما بتاخدش اي خطوات. فتبتدي انت تشك في كل حاجة في حياتك، وعشان انت بتبقى ما بتاخدش اي خطوات فانت ما بتحققش انجازات، فبالتالي الشك اللي جواك ده بيتأكد اكتر مع الوقت، وتفضل في نفس الدايرة المقفولة دي وما تعرفش تخرج منها غير صدفة. المشكلة بقى ان الاصوات دي مدى سلبيتها بتزيد مع العزلة وبتقل مع الكلام. والكلام هنا مش شرط ان انت تروح تتكلم مع حد، انت ممكن مجرد الكلام مع نفسك، ممكن لو بتكتب يومياتك، ممكن لو بتصور فيديو زي اللي انا بصوره دلوقتي ده، ممكن لو انت هتتكلم مع حد ثقة، ممكن لو هتروح تستشير دكتور او لايف كوتش يكون فاهم. وممكن لما انت تقضي وقت اقل مع نفسك ومع افكارك لوحدك تلاقي الموضوع اقل معاك اصلا، لان انت كل ما قعدت لوحدك مع افكارك الاصوات الداخلية دي هتتكاتر عليك، وانت لوحدك مش هتقدر تقف قصادهم. وللأسف الشيطان بيبقى واقف في صفهم، لان لعبة الشيطان واضحة وصريحة. الشيطان عايز دايما يسيبك حزين ويائس وفقد الامل في بكره. هو لو زرع جواك الافكار دي هو كده فتح الباب لاي شيء سيء ممكن يوسوس لك بيه. وبيعمل ده ازاي؟ بيعمل ده بان هو يصور لك ان كل الاصوات الداخليه اللي جواك دي كلها هو صوتك انت الداخلي، هو مرايتك لنفسك. والكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. عشان كده مهم جدا، وحاجه يمكن اهم حاجه ساعدتني ان انا احاول اقفش المرحلة دي وهي لسه بتبتدي، فما سيبش نفسي اغرق فيها، او لو لقيت نفسي غرقت فيها فيبقى ده طوق النجاة اللي بيشدني منها، هي اني اعرف كل فكرة جاية جوه دماغي جاية من انهي صوت داخلي جوه دماغي. لدرجة ان انا وصل بيا الموضوع لان انا عملت نوت بوك مخصصة كتبت فيها مواصفات كل صوت داخلي موجود جوه دماغي، طبعا اللي قدرت اعدهم يعني. وبقيت بعمل ايه بقى؟ كل ما تجيلي فكرة سلبية احاول قدر الامكان ان انا اوظفها، اقول الفكرة دي جايالي من انهي صوت داخلي عندي، جايالي من المدرس اللي ضربني وهني قدام اصحابي، ولا جايالي من مديري اللي خصم لي عشان انا فاشل، ولا جايالي من ابويا في موقف كان قاسي عليا فيه شوية زمان وانا صغير، ولا جايالي من صديق اتنمر عليا، ولا جايالي من ام كانت بتدعمني، او جايالي من اي صوت تاني موجود جوه دماغي. الفكرة دي لوحدها حرفيا قادرة انها تقلب حياتك 180 درجة، هتحول المعركة لصفك انت مش لصف الشيطان. فهتلاقي نفسك طالما عرفت الصوت ده جاي منين، اذا الصوت ده ما بيمثلنيش انا، الصوت ده مش هو اللي هيحط ليميت او حاجز لقدراتي، فالصوت ده هسمعه وهركنه على جنب وهبتدي اخد خطوة. وعشان كده مهم جدا لو انت عندك اصوات كتير في دماغك وعندك اوفر ثينكينج مستمر وعندك تشكيك في نفسك او حاسس بمتلازمة المحتال طول الوقت، مهم جدا 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 انك ما تسيبش نفسك لافكارك. قوم خد خطوة في اي حاجة انت مأجلها، لان انت كل ما تبقى بتعمل حاجة كل ما انت حاربت الافكار دي، لكن كل ما انت سبت نفسك لتفكيرك كل ما هم هيتكاتروا عليك وفي الاخر هيهزموك. فابوس ايدك خد خطوات، خلي دايما افعالك اكتر بكتير من افكارك، لان في الاول وفي الاخر افعالك هيكون ليها احتمالات. على الاقل انت لو جربت وخبطت وعافرت وفشلت في اللي انت بتعمله هتبقى اتعلمت حاجة، او هتبقى اتعلمت ان الحاجة دي انا مش هعملها تاني خلاص. لكن انت لو فضلت سايب نفسك لافكارك فانت عمرك ما هتاخد اي خطوة في حاجة في حياتك، لان انت اوريدي انت محبوس جوه دماغك، انت مش عايش، انت محبوس جوه دماغك. فانت سجين واحد وعلى باب زنزانتك 100 سجان. واللي يضحك في الامر ان المفتاح في ايدك انت مش في ايدهم، هم كل اللي بيعملوه ان هم قاعدين بيتكلموا في دماغك، وانت للاسف ناسي ان المفتاح في جيبك وعمال رامي ودنك ليهم. فنصيحة خليك واعي جدا. انت لو طلعت من الفيديو ده بس بان انت عرفت ان الصوت اللي جواك ده مش صوتك انت،
وعرفت انه اصوات ناس تانية، وان الناس التانية دي نسخ قديمة جدا منهم مش النسخة الحالية منهم. فصدقني انت كده قطعت نص الطريق عن ان انت تبطل تجيلك الحالة دي اصلا. فانت دلوقتي قدامك اختيار من اتنين، يا اما هتعرف تميز ان الاصوات اللي جوه دماغك دي مش صوتك انت وتوقفها عند حدها وتبتدي تاخد كل الخطوات اللي انت مأجلها، يا اما هتفضل محبوس في نفس الزنزانة وحواليك 100 سجان وعمرك ما هتعرف تخرج من السجن ده، لا النهاردة ولا بكرة ولا بمعجزة. واخيرا ويمكن دي اهم نصيحة اصلا في كل اللي فات ده كله، هي انك تصلح علاقتك بربنا. لان انت الحرب اللي جوه دماغك دي هي حرب مع الشيطان. فانت لو استعنت بربنا وصلحت علاقتك بربنا والتزمت في العبادات بتاعتك، فهتلاقي نفسك ربنا كان في صفك ضد الشيطان. لان طول ما انت بعيد عن ربنا فانت قصاد الشيطان بتلعبوا واحد قصاد واحد. فانت طبعا ايه خبرتك في الدنيا قصاد الشيطان اللي من ساعة ما البشرية ابتدت وهو عمال بيوسوس لمليارات غيرك؟ الطبيعي ان الشيطان حيله اكتر بكتير قوي من قدرتك انت على المواجهة. فالطبيعي لو قدرت تكسبه مرة هيكون قصاده هو بيكسبك 100 مرة. لكن لو استعنت بربنا وصلحت علاقتك بيه فانت ما بقتش لوحدك، بقى الشيطان قصادك انت واللي خلقك انت وهو. فبالتالي فكرة ان انت تكسب الحرب دي بقت مجرد وقت مش اكتر. عشان كده علاقتك بربنا هي اهم من كل اللي فات ده كله. اتمنى التجربة اللي انا مريت بيها دي وحاولت انقلها بدون تجميل وبدون فلسفة تساعد اي حد غيري. كل اللي انا طالبه منك هو ان الكلام ده لو فادك ولو 1%، ادعيلي بس دعوة حلوة، دي هتكون عندي اهم من مليون لايك ومن مليون سبسكرايب. اتمنى لو انت بتمر او مريت او هتمر بمرحلة زي المرحلة الضلمة دي ان انت تفتكر الكلام ده، وان الكلام ده يجيب معاك نتيجة، وان انت ما تطولش في المرحلة دي وتخرج منها بسرعة. وبس كده، يومك لطيف.